ازيكم يا شبابنا، عاملين ايه وايه اخباركم؟ اهلا بيكم في حلقة جديدة من قناة اينشتاين في العلوم. شباب وبنات اولى اعدادي، عاملين ايه وايه اخباركم؟ يا رب دايما تكونوا بخير وبصحة وبسعادة وبسلام دايما يا رب ان شاء الله. هنبتدي النهاردة نتكلم عن الدرس الثالث والرابع في الوحدة الاولى، ونبقى خلصنا مراجعة الوحدة الاولى. انا كنت بصراحة كان نفسي زي ما قلت لكم ان انا اخد الوحدة الاولى كلها على بعض في فيديو واحد، بس لقيت الفيديو هيطول مني وهندخل بعد الساعتين كمان، فقلت ان انا اخد التالت والرابع في فيديو منفصل. فطالما وصلك الفيديو ارزع اللايك المتين حالا بالا فعلا، وفعل زر الجرس ليصلكم كل جديد. ويلا بينا نخش في موضوعنا على طول. المادة وخواصها. المادة بتتقسم عندنا لحاجتين، في مخاليط وفي مواد نقية. والمخاليط دي في منها نوعين، مخاليط متجانسة ومخاليط غير متجانسة. والمواد النقية دي في منها نوعين، عناصر ومركبات. والعناصر في منها نوعين، لا العناصر ما فيش منها نوعين. المركبات في منها نوعين، مركبات عضوية ومركبات غير عضوية. ده الدرس تاني. نمشي واحدة واحدة بقى. المواد بشكل عام عبارة عن حاجتين، مخاليط ومواد نقية. ايه هي المخاليط؟ المخاليط ان انا اخلط حاجة بحاجة، زي اخلط مثلا سكر في مية او ملح في مية، فدي مواد مكونة من مادتين او اكثر غير متحدتين كيميائيا او غير متحدين كيميائيا، بس اقدر افصل بينهم بالطرق الفيزيائية. ايه هي الطرق الفيزيائية؟ فصل المغناطيسي، التبخير والتكثيف والترشيح. كويس كده، حلو قوي. ايه هي بقى المواد النقية؟ المواد النقية هي عكس المخاليط. ان كنت اقدر افصل المخاليط، المادتين دول اقدر افصلهم بالطرق الفيزيائية، فالمواد النقية اللي هي العكس ما اقدرش افصلها بالطرق الفيزيائية. ماشي؟ سواء كانت عناصر او مركبات، لا العناصر اقدر افصلها بالطرق الفيزيائية ولا الكيميائية، انما المركبات اقدر افصلها بالطرق الكيميائية زي التسخين والتحليل الكهربي. طب المخاليط بقى، في منها مخاليط متجانسة وغير متجانسة. يعني ايه متجانسة؟ يعني المادة مثلا A تجانست مع المادة B لدرجة ان انا مش قادر افرق بينهم بالعين المجردة. زي مثلا ان انا ادوب مية في ادوب سكر في مية او ملح في مية، ما اقدرش بعد كده بعد ما الملح يدوب في المية او السكر يدوب في المية ان انا اميز المية عن السكر او المية عن الملح بالعين المجردة. غير متجانسة زي مثلا لما احط رمل في ميه، هل اقدر اميز الرمل عن الميه؟ ايوه، مهما دوبت مهما قلبت هقدر اميز الرمل عن الميه. فالطرق الفيزيائيه زي ما اتفقنا، الفصل المغناطيسي، اقدر افصل الكبريت عن الحديد. ليه؟ مثلا جبت برادة كبريت وبرادة حديد، حطيتهم على بعض وخلطتهم ببعض، هل اقدر افصل الحديد عن الكبريت؟ اعدي مغناطيس على الخليط ده، المغناطيس هيشد الحديد ويسيب الكبريت على الارض. طب التبخير والتكثيف هنشوف، والترشيح برضو هنشوف. تعال نتكلم عن الجزء اللي بعده، وهو انواع المخاليط. زي ما اتفقنا ان في مخلوط متجانس ومخلوط غير متجانس. متجانس يعني بعد ما ادوب الملح في الميه انا ما اقدرش اشوف الملح بعد كده. انما المخلوط الغير متجانس لما ادوب الرمل في الميه انا اقدر اميز الرمل بعيني. جميل. حاجه كمان، طريقه الفصل. انا ممكن افصل الملح عن الميه. ايوه، اساسا ميه البحر بيستخلصوا منها الملح عن طريق التبخير والتكثيف. بنسخن الميه دي، فالميه بتطلع في صوره بخار، وبعد كده بنروح مجمعين البخار على سطح بارد، والبخار ده بيتحول الى ده عمليه التكثيف بقى، ان البخار ده يتحول الى ميه تاني. يبقى انت كده فصلت الميه والملح بيتبقى في الاناء. المخلوط الغير متجانس ان انا اعمل ايه بقى؟ اجيب ورقه ترشيح واروح كابب الكوبايه، يعني اجيب كوبايه احط فيها ورقه ترشيح واروح كابب الميه بالرمل، الميه تنزل والرمل يدنوا على ورقه الترشيح، يبقى انت كده فصلت الميه عن الرمل. طبعا اللي انا بقوله دوت انت لازم جدا 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 تبقى مذاكر الدرس ويا دوبك بتراجع معايا بسرعه. ايه هي بقى المواد النقيه؟ المواد النقيه هي عباره عن حاجتين، عناصر ومركبات. العناصر هي ابسط صوره نقيه للماده ما اقدرش احللها لا بطرق فيزيائيه ولا بطرق كيميائيه. انما المركبات هي نوع من انواع المواد النقيه،
بس نتيجة اتحاد كيميائي. يعني المركبات عكس المخاليط، المخاليط ما فيهاش اتحاد كيميائي، انما المركبات هي فيها اتحاد كيميائي بين عنصرين او اكتر. وخد بالك انها بنسب وزنية وكتلية ثابتة، ودي هنتكلم فيها ونشرحها واحدة واحدة. يعني ايه عنصر؟ عنصر يعني عندي مثلا زي الاكسجين، زي الزئبق، زي الكربون، زي الاوزون. بمعنى هو انا هنا عندي عنصر اكسجين بس عبارة عن ذرتين، هنا عندي عنصر الزئبق هو واحد، عندي كربون هو عنصر الكربون. طب هنا عندي 3 ذرات اكسجين. طب سؤال، هل انا عندي عنصر تاني جنب الاكسجين؟ لا، يبقى هو اكسجين بس متكرر 3 مرات، هنا كربون بس، هنا زئبق بس، هنا اكسجين بس متكرر مرتين. يبقى هي ذرة او اكتر بس من عنصر واحد. يعني هنا في اكسجين بس، هنا في زئبق بس، هنا في كربون بس، هنا في اوزون بس، او اسف اكسجين بس، ولكن متكرر 3 مرات. طب هنا بقى في المركبات في اكسجين وزئبق، يعني مركب من حاجتين. شوف اي اسامي من اسمها، حاجه بتتركب بتتكون من حاجتين، يبقى اتش جي واو، اكسيد الزئبق. طب سؤال، ينفع اقول اتش جي او 2؟ لا، هي لازم تبقى اتش جي او، لازم تبقى واحده اتش جي وواحده او، عشان كده بنقول بنسب وزنيه وكتليه ثابته. H2O في هيدروجين وفي اكسجين في نفس الايه المركب، يبقى ده كده عباره عن مركب. ال CH4 نفس الكلام، HNO3 برضو نفس الكلام، فيها هيدروجين وفيها نيتروجين وفيها اكسجين. طب ثاني اكسيد الكربون فيها كربون وفيها اكسجين، لكن هنا اكسجين بس متكرر مرتين ماشي، لكن اكسجين بس. هنا اكسجين بس متكرر 3 مرات عادي تبقى عنصر. لكن مركب لو فيه اكسجين وحاجه تانية، في كربون وحاجه تانية، مش كربون بس. وصلت؟ حلو قوي. يبقى دي كده الفرق بين العناصر والايه والمركبات. بعد كده طرق فصل المركبات كيميائيا. المركبات بيتم فصلها كيميائيا، مركبات كيميائيا، كفو كفو. طب عن طريق ايه بقى؟ هنمسك مثلا اتش جي او، ده عباره عن مركب عباره عن ذرتين مختلفتين. حلو، حلو قوي. فبما انها ذرتين مختلفتين يبقى انا هقول على ده مركب. بنفصله عن بعض عن طريق الحراره. لما سخنت ال HGO الحراره كسرتها لي ل HG لوحدها و O لوحدها، بس كده خلاص. فعن طريق التسخين اكسيد الزئبق الاحمر بيتحول الى زئبق واكسجين، اكسيد الزئبق لونه احمر بيتحول الى زئبق واكسجين، الزئبق بيبقى لونه ايه؟ فضي. التحليل الكهربي. التحليل الكهربي اشهر حاجه فيه الميه. الميه عباره عن H2O بتتحلل كهربيا بجهاز فولتميتر هوفمان الى H2 و O2، وكميه ال H2 بتبقى اكتر من كميه ال O2، وبيقول لك انها الضعف، يعني ال H2 ضعف ال O2. ماشي، جميل قوي. ده التحليل الكهربي، وبيبقى بجهاز فولتميتر هوفمان بيحلل الميه، لازم تبقى محمضه بحمض الكبريتيك الى ايه؟ هيدروجين واكسجين. حلو قوي. تعالى بقى نتكلم عن الجزء ده. سيبك هنا خالص وركز معايا في الايه، في السبوره هنا. مثلا لو عندي، نبدا بحاجه بسيطه كده، الاكسجين هنا. الاكسجين دوت عنصر ولا مركب؟ طبعا الاكسجين دوت عنصر. طب بيتكون من كام عنصر؟ بيتكون من عنصر واحد. طب بيتكون من كام ذره؟ لا، كام ذره؟ ذرتين. سهل ولا صعب عليه؟ لانه عباره عن ذرتين اكسجين. لكن كام عنصر؟ هو عنصر الاكسجين فقط، عشان كده بقول عليه عنصر. طيب لو انا جيت قلت لك CO2، ده عنصر ولا مركب؟ لا، ده بقى مركب. ليه؟ عشان بيتكون من عدد العناصر اللي فيه 2، بيتكون من كربون واكسجين. لكن عدد الذرات لا، ده انا هجمع بقى، هنا 1 و2 يبقى كام؟ 3. طيب تعال نشوف حاجة ارخم شوية ونقفل بيها. H2SO4 ده عنصر ولا مركب؟ ده واضح جدا ان هو مركب. طب عدد العناصر كام؟ هيدروجين وكبريت واكسجين. مش بعد، انا بعد العناصر، مش بعد الذرات. ما بقولش عندي 2 هيدروجين وواحده كبريت و4 اكسجين، ما اقصدش كده. انا اقصد ان في هيدروجين ايا كان عدده، في كبريت ايا كان عدده، في اكسجين ايا كان عدده، يبقى 3. طب في كام ذره؟
والله عندي بقى نبدأ بقى نعد. عندي 2 هيدروجين زائد واحدة كبريت زائد 4 كام؟ 7. بس كده، ده اللي أنا عايز أقوله. بسيطة بسيطة. تعالى مثلا نقول بقى السي 6 اتش 12 او 6. ده عنصر ولا مركب؟ طبعا ده مركب. طب كم عنصر؟ كم عنصر؟ 3 عناصر. طب كم ذرة؟ 6 و6 12، 12 و12 24 ذرة. فهمت أنا عايز أقول لك إيه؟ يبقى في عدد الذرات أنا بجمع الذرات. في عدد العناصر بشوف أنا عندي بشكل عام عندي كربون وهيدروجين وأكسجين. لما أسأل عن الذرات أعد بقى في كم كربون وفي كم هيدروجين وفي كم أكسجين. عايز كم عنصر؟ قول لي في كم عنصر بغض النظر عن عدد العناصر دي إيه. بغض النظر يعني الكربون دي فيها كم واحدة، هي كربون وخلاص ماشي. لكن أعد اما يطلب مني عدد الإيه؟ الذرات. طيب جميل، نخش على اللي بعده. انواع المركبات زي ما احنا اتفقنا بقى. المركبات في منها مركبات عضويه وفي منها مركبات غير عضويه. المركبات العضويه لازم تحتوي على كربون، لازم تحتوي على كربون مثل غاز الميثان. انما عندي مركبات غير عضويه قد وقد. يعني قد تحتوي على كربون وقد لا تحتوي على كربون. يعني طالما المركب ما فيهوش كربون يبقى هو غير عضوي. ما ينفعش يبقى مركب عضوي وما فيهوش كربون. كده كده لو هو عضوي اذا في كربون. طب معنى ان هو في كربون اذا هو مركب عضوي؟ لا، لا مش شرط. لان المركبات العضويه قد يكون فيها كربون وقد يكون ما فيهاش. انما المركبات العضويه الكربون يدخل في تركيبها بشكل اساسي. وصلت؟ المركبات الغير عضويه قد وقد، قد يكون فيها كربون وقد يكون ما فيهاش كربون. طب مثلا حاجه ما فيهاش كربون زي ال HNO3 ده وانا مغمض، دي غير عضويه. ليه؟ ما فيهاش كربون. طب ثاني اكسيد الكربون دي بقى اعرفها انها مركب غير عضوي بالرغم من ان فيها كربون. جميل. ملحوظه، قد يصل عدد ذرات في الجزيء الواحد الى عده الاف. اديني امثله. بوليمرات البلاستيك، هيموجلوبين الدم، فيتامين د. فيتامين د ده اللي بيظبط نسبه الكالسيوم والفوسفور في الدم عشان يحمينا من هشاشه الايه؟ العظام. في صبغ اسمه الصبغ الازرق النيلي، فيه واحده كالسيوم، واحده نحاس، و14 كبريت، و10 اكسجينات. بيستخدم في تلوين البرديات والتلوين على التماثيل وتلوين واجهات المنازل، يعني كل اعمال التلوين. عدد الذرات الكلي 1 زائد 1 زائد 14 زائد 10 كله على بعضه هيدينا 26. عدد ذرات الفلزات بس 2، واحدة كالسيوم وواحدة نحاس. طب عدد ذرات اللافلزات 24. 2 اهي ونزل الأربعة تبقى 24. ده عدد ذرات الايه؟ الاس والاو مع بعض اللي هو اللافلزات يعني. جميل. طيب مخطط الدرس بقى بشكل عام كده، وهنقول بعض المعلومات الزيادة واحنا بنتكلم. عندنا المواد بتتقسم إلى مخاليط ومواد نقية. المخاليط هي مواد بتتكون من مادتين أو أكثر مش متحدين كيميائيا، بقدر إن أنا أفصلها بالطرق الفيزيائية. إنما المواد النقية أنا ما أقدرش أفصلها بالطرق الفيزيائية. يبقى الاختلاف هنا، دي أقدر أفصلها بالطرق الفيزيائية، دي ما أقدرش أفصلها بالطرق الفيزيائية. المواد المخاليط المتجانسة عبارة عن إيه؟ عبارة عن مخاليط لما اقلبها في بعض ما اقدرش اشوفها بعيني المجردة، زي المية، زي الملح في المية. ويعني والمخاليط المتجانسة ديت بفصل مكوناتها عن طريق التبخير والتكثيف. انما غير متجانسة زي الرمل في المية وديت عن طريق الترشيح. حلو قوي. واقدر اشوفها طبعا بالعين المجردة، اقدر اشوف المية لوحدها والرمل لوحده وهو جوه. المواد النقية عبارة عن عناصر ومركبات. العناصر هي أبسط صورة نقية للمادة لا يمكن تحليلها إلى ما هو أبسط منها بالطرق الكيميائية ولا الفيزيائية. إنما المركبات دي بتتكون من مادتين أو أكتر بس أقدر أفصلها بالطرق الكيميائية، زي مثلا بالتسخين ال HGO هتتكسر إلى HG لوحدها و O لوحدها. ال HGO على بعضها كان لونها أحمر، اتحولت إلى HG فضي والأكسجين. وبعد كده عندنا برضو طريقة التحليل الكهربي ال H2O هتتحلل كهربيا إلى H2O2، وكمية ال H2 كانت أكتر أو حجم ال H2 كان أكتر من حجم ال O2 وهكذا. وعندنا المركبات تتقسم إلى مركبات عضوية ومركبات غير عضوية. مركبات عضوية يعني بتحتوي على الكربون بشكل أساسي، والمركبات الغير عضوية لا تحتوي على الكربون
بشكل اساسي، يعني قد يكون فيها كربون وقد يكون ما فيهاش كربون، زي ال HNO3 وزي ال CO2 على الرغم ان في كربون ولكن هو غير عضوي. المركبات العضويه امثله عليها CH4 اللي هو يعني غاز الميثان. كده احنا يعتبر راجعنا في 5 دقايق على اللي انا قلته ده كله. ازاي نميز بين المواد في الخواص؟ عندنا خواص فيزيائيه، هي خواص الماده اللي ممكن تلاحظها وممكن تقيسها، زي اللزوجه والكثافه ودرجه الانصهار ودرجه الغليان ودرجه الصلابه. 3 فيهم درجه 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 درجه، واللزوجه وكثافه شبه بعض شويه على فكره. وبعد كده الذوبانيه، توصيل كهربي وتوصيل حراري شبه بعض، يبقى انت عندك 3 درجه، والزوجه وكثافه شبه بعض شويه، وتوصيل كهربي وحراري شبه بعض برضه، توصيل الاثنين توصيل بس ده كهربي وده حراري، واللون والطعم والريحه. جميل. يبقى عندنا الزوجه وكثافه، درجه انصهار، درجه غليان، ودرجه صلابه، ذوبانيه، توصيل كهربي، توصيل حراري، لون طعم ريحه. اللزوجه ديت خاصيه فيزيائيه من خواص السوائل تعبر عن مدى مقاومتها للتدفق وحركه الاجسام خلالها. يعني ايه مقاومتها للتدفق؟ يعني لو عندي ماده لزجه مثلا زي العسل وجيت ادلقها هتدلق بصعوبه، صح ولا لا؟ يبقى كل ما اللزوجه عاليه هتبقى مقاومتها عاليه انها تدلق. يعني ايه حركه الاجسام خلالها؟ يعني مثلا لو انا جبت كوبايه ميه وجبت كوبايه عسل، حطيت هنا مثلا جنيه وحطيت هنا جنيه، الجنيه هينزل في مين اسرع؟ طبعا هينزل في الميه اسرع لان العسل اكثر لزوجه. يبقى العسل بيبطئ الحاجه اللي هتنزل خلاله، وكمان هو بطيء في التدفق. علشان ايه؟ عشان عالي اللزوجه. لزوجه العسل اكبر من لزوجه الميه، عشان كده سهل ان انت تقلب الميه عن ان انت تقلب العسل، لان حركه المعلقه بتبقى اسهل في الميه لان لزوجتها اقل. طب سؤال، لو انا جبت جنيه وحطيته في ميه، وجبت نفس الجنيه وحطيته في العسل، ايه اللي يحصل؟ والله الجنيه في الميه هينزل بسرعه، ليه؟ عشان اللزوجه قليله. لكن الجنيه في العسل هينزل ببطء، ليه؟ عشان اللزوجه عاليه. يبقى كل ما بتزيد اللزوجه بيزيد الزمن. كأن اللزوجه ديت كأن ماده تقيله، فصعب ان الحاجه تنزل فيها. فاهم الفكره ازاي؟ طب كلما طفى الجسم الاعلى، ده معناه ان اللزوجه عاليه، ان الماده مش قادره تنزل لتحت. ليه؟ لان الماده ماسكه نفسها قوي في اللزوجه زي العسل، بس تنزل بصعوبه. لكن كلما غطس الجسم الاسفل، لا ده عادي زي الجنيه، ينزل في الميه بسهوله وينزل في قعر الايه الكوبايه عادي جدا. خلاص، حلو قوي. نخش على الحته اللي بعدها وهي الكثافه. بص، الحاجه اللي كثافتها عاليه تشيل الحاجه اللي كثافتها قليله. تاني، الكثافه دي شيلها وحط كلمه قوه مثلا. خلاص كده. لو انا قلت لك ان الميه كثافتها اعلى من الخشب، يبقى الميه اقوى من الخشب، يبقى الميه تشيل الخشب لان هي اقوى منها بس. خلاص، فالخشب يبقى فوق والميه تبقى تحت. بس مش هنقول اقوى بقى، هنقول ايه؟ هنقول الميه اعلى كثافه من الخشب، اللي هي يعني اقوى يعني، فتقدر انها تشيلها، فالخشب يطفو فوق والميه تبقى تحت عشان تشيل الايه الخشب. ولكن لو جبت مثلا قطعه معدنيه وحطيتها في الميه هتلاقيها راحت نازله. طب ده معناه ايه؟ ده معناه ان اللي بينزل تحت هو اللي اقوى، يعني هو كثافته اعلى، فده كثافته اعلى والميه كثافتها اقل. انا مش عايز اكتر من كده. انا من الرسمتين دول عايزك تبقى عارف ان الحاجه اللي كثافتها عاليه بتغوص تنزل تحت، والحاجه اللي كثافتها قليله بتطفو فبتتشال وبتطلع لفوق عشان كثافتها قليله. نخش على الجزء اللي بعده، درجه الانصهار. ايه هي درجه الانصهار؟ لو انا عندي تلجايه هحطها في درجه حراره 0 فهتسيح، يبقى درجه الانصهار بتاعت التلجايه ديت هي 0، هي الدرجه اللازمه انها تحول الماده من الحاله الصلبه الى الحاله السائله، تسيل التلجايه. فلكل ماده درجه انصهار مختلفه. يعني ايه؟ يعني مفيش ماده درجه انصهارها زي الثانيه، فهي خاصيه مميزه للماده. وعلى فكره كمان الكثافه اللي احنا لسه شارحينها هي خاصيه مميزه للماده. بيسهل انصهار لوح زبده، بينما يصعب ذلك اللي هو الانصهار يعني على لوح الايروجيل، ده ما بتتاثرش بالحراره اصلا. طب ليه بقى؟ لان الايروجيل دوت اولا ماده شفافه منخفضه الكثافه، يدخل الهواء في تركيبها بنسبه 99.8%، مش هو ده الهدف. اخف المواد صلابه، وكمان شديده المتانه، فالحراره ما تحوقش فيها، صلبه ومتينه، ونسبه كبيره من الهواء، منخفضه الكثافه عشان هي عباره عن هواء،
ومادة شفافة عشان هي عبارة عن هواء. أخف المواد صلبة لأن في 2 من 10 يعني حاجات تانية. وشديدة المتانة. طب دي بيستخدموها في إيه؟ بيستخدموها كجواكت للعلماء اللي بيبحثوا في القطب الجنوبي. حاجات كده يعني هي تعتبر خفيفة وفي نفس الوقت متينة، فبتحميهم من البرودة، بدل ما يستخدموا اللي هو الايه الجواكت اللي معمولة من فراء الدب القطبي، عشان هما لازم يعني علشان تعمل فراء من الدب القطبي لازم تموته. فهم عايزين يحموا الدب القطبي من الانقراض، فيقللوا استخدام الفراء بتاعه في صناعة جواكت علماء الأبحاث بالقارة القطبية الجنوبية. سهلة؟ سهلة. فبدل ما نجيب الجواكت ديت من فراء الدب القطبي ونموته، لا، نعمله من ألواح الأيروجيل، مادة شفافة منخفضة الكثافة، يدخل الهواء في تركيبها بنسبة 99.8%. أخف المواد الصلبة، شديدة المتانة. ديت بنسميها خواص الأيروجيل. ممكن يسأل فيها كده ويمشي. ممكن يقول لك إيه هي أهمية الأيروجيل؟ والله بيستخدمها العلماء في صناعة الجواكت اللي بيبحثوا في أبحاث القارة الجنوبية كبديل لفراء الدب القطبي لحمايته من الانقراض. عندنا بقى الخواص الكيميائية. الخواص الكيميائية هي الخواص اللي مش هتظهر إلا لما يحصل تفاعل كيميائي. خواص كيميائية لازم لها تفاعل كيميائي ويحصل تغيير في الشكل وتركيب المادة، لازم تركيب المادة يتغير. طيب، غالبا الخواص الكيميائية بيحصل تغيير في اللون، فبيحصل تغيير في لون عباد الشمس، وبيحصل تكوين راسب أو لون برضو للكاشف. تعال نشوف مثلا تغيير لون ورقة عباد الشمس. ورقة عباد الشمس دي بتكشف عن المادة أو المركب، سواء كان حامضي أو قاعدي أو متعادل. لو المادة دي حامضية هتدي لون أحمر لورقة عباد الشمس. لو المادة دي قلوي هتدي لون أزرق مع ورقة عباد الشمس. لو المادة دي متعادلة هتسيب ورقة عباد الشمس زي ما هي. وورقة عباد الشمس دي قد تكون زرقاء وقد تكون حمراء. بمعنى يعني لو أنا مثلا حطيت ورقة لونها أحمر في حمض هدناها أحمر. طب لو حطيت ورقة لونها أزرق في حمض هتحمر. وسط الفكرة. طب لو حطيت حطيت ورقة لونها أزرق في قلوي هدناها زرقاء. لو حطيت مادة لونها أحمر ورقة عباد شمس لونها أحمر في القلوي هتزرق. طب لو حطيت ورقة عباد شمس هي لونها أزرق في المية مثلا في وسط متعادل هدناها زرقاء. طب لو حطيت ورقة عباد شمس حمراء في المية برضه هدناها حمراء، مش هتتغير. ماشي. الكاشف بقى، أنا هحط هنا محلول مختلف عن المحلول اللي هنا، بس هحط نفس الكاشف. الكاشف هنا هيكون لي راسب، والكاشف هنا هيكون لي راسب مختلف. هنا مثلا راسب اسود وهنا راسب ايه؟ ازرق. ليه؟ لان المحلولين مختلفين. انا حاطط هنا نفس الكاشف اللي هنا الكاشف اكس وهنا الكاشف اكس، مش كاشفين مختلفين، مش اكس وواي، لا الاتنين اكس. بس هنا محلول واحد وهنا محلول اتنين. خلاص هنا هيطلع راسب وهنا يطلع راسب بلون مختلف. واضح الكلام؟ فطبعا الناتج هنا هيبقى غير الناتج هنا، لان اكيد علشان يحصل تكوين راسب لازم يبقى حصل تفاعل كيميائي ما بين الكاشف والمحلول والكاشف والمحلول. سهله؟ حلو قوي. تعالى بقى اخر حاجه في الدرس ده، الاستخدامات بتاعه المواد تبعا لخواصها. انت كل ماده وليها خصائص انت بتستخدمها في صناعه معينه. يعني مثلا الهيليوم ملء مناطيد. ليه؟ كثافته اقل من الهواء، فمين يشيل مين؟ يعني الهواء كثافته اعلى، فالهواء هيشيل الايه؟ الهيليوم، هيشيل المنطاد، لان الهيليوم كثافته قليله فهيتشال، هيطلع لفوق. فعشان كده المناطيد بتطلع لفوق وغير قابله للاشتعال. مهما زادت درجه الحراره ما بتتاثرش بدرجه الحراره وما بتشتعلش. مين ده؟ الهيليوم يعني. النيتروجين اساسا العجل بتاع السيارات بيتملي بالنيتروجين، ما بيتمليش هواء. اول حاجه النيتروجين درجه حرارته ما بتتغيرش مهما زودت درجه الحراره. تاني حاجه لا يتفاعل مع المطاط، مش بيتفاعل مع المطاط. النيتروجين لا يتفاعل مع المطاط، يعني مش بيعمل تآكل في المطاط. مثلا سبيكه الستانلس ستيل هي عباره عن حديد وعناصر اخرى بتتعمل منها اواني الطهي. ليه؟ ما بتصديش. بس خلاص. سبيكه الالومنيوم والتيتانيوم بيتعمل منها هياكل الطيارات الحربيه عشان بتبقى اخف واكثر متانه وبتستحمل درجات الحراره العاليه. السيليكون
ودوت ماده شبه فلز بيتعمل منها شرائح الاجهزه الكهربيه للكمبيوتر والتليفونات، وهي بتوصل كهرباء ما بين الفلزات واللافلزات، اقل من الفلزات واعلى من اللافلزات. ماشي، ندخل بقى على الدرس الرابع. يا جمال، الدرس الرابع هنتكلم فيه عن الروابط الكيميائيه. عندنا انواع الذرات، عندنا ذره الفلزات واللافلزات والغازات الخامله. فكك من الغازات الخامله، كده كده انت بتتكلم عن درس الروابط صح؟ خلاص، يبقى هتشوف مين بيكون روابط. الفلزات بتكون روابط؟ اللافلزات بتكون روابط؟ الغازات الخامله بتكون روابط؟ لا. ليه؟ هنعرف بعدين لما نعرف ليه ده بيكون رابط وليه ده بيكون رابط، هنعرف بالعكس بقى ليه ده ما بيكونش رابط. الفلزات دائما تفقد الكترونات. سهل الكلام ده؟ حلو. يبقى الفلزات تفقد الكترونات. طب انهي الكترونات؟ المستوى الاول ولا الثاني ولا الثالث؟ المستوى الاخير عموما. طب لما تفقد الكترونات انت كده بتمشي لقدام في الجدول الدوري ولا بترجع لورا؟ لا، انا كده برجع لورا. يبقى هترجع لاقرب غاز خامل تسبقه، وهنعرف ليه اقرب غاز خامل. طيب، اللافلزات تميل الى العكس بقى، اكتساب. طب لما تكتسب هتمشي لقدام، فتروح لاقرب عنصر يليه في الجدول الدوري، اقرب عنصر خامل يليه في الجدول الدوري، وهنعرف برضو القصه بتاعته ماشيه ازاي. تعالى واحده واحده كده ناخد لنا مثلا مثالين للفلزات ومثالين للافلزات. مثلا يعني نشوف ان ايه 11 ومثلا سي ايه 20، ونروح موزعين هنا 2 8 1، ونوزع هنا 2 8 8 2. حلو، جميل. الفلزات عرفنا ان هو فلز لان اخره واحد او اتنين او تلاته يبقى فلز. فلزات، بص كده، فلزات. طب الفلزات ايه اللي بيحصل لها؟ تفقد الكترونات. طب لما تفقد الكترونات ايه اللي يحصل بقى؟ لازم نعمل كده، ماشي كده، وادي النواه 2 8. طب والواحد ده فقدناه. هو لو انت عايز الصح هي اسمها بتفقد الكترونات التكافؤ، هو ده مش يعتبر تكافؤ واحد وده يعتبر تكافؤ اتنين، يبقى هو يفقد الايه؟ الواحد ده. طب سؤال، هو عدد الالكترونات هنا كام؟ 11. طب عدد البروتونات كام؟ 11. حلو كده. طيب تعال نشوف هنا بقى عدد الالكترونات كام؟ 10. 2 8، انا فقدت الكترون. طب عدد البروتونات كام؟ هو انا فقدت بروتون يا ابني؟ لا، عدد البروتونات زي ما راح زي ما جه 11 عادي. اذا عدد البروتونات اكتر، صح ولا لا؟ يبقى انا هحط موجب 1. ليه؟ عشان عدد الالكترونات اكتر بفرق 1. طيب تعال نشوف كده الكالسيوم، انت كده على فكره حولته لحاجه اسمها ايون موجب. طب تعال نشوف هنا كده، ده فلز ولا لا فلز؟ طبعا فلز، لان اخره 2، 1 او 2 او 3 يبقى فلز. يبقى فلزات يعني ايه؟ نفقد الكترونات. بس هنشوف هنفقد كام بقى. هنفقد اخر مستوى، يعني هنفقد ايه؟ هنفقد 2. ف 1 2 3 2 8 8 وده كده خلاص فقدته. طب عدد الالكترونات كام؟ عدد الالكترونات 20. وعدد البروتونات كام؟ ما هو نفس ال20. طب عدد الالكترونات هنا كام؟ ما هو انا فقدت 2 يبقى عدد الالكترونات 18. طب عدد البروتونات انا فقدت بروتون؟ لا، يبقى البروتونات زي ما هي 20. سؤال، مين اكتر؟ البروتونات اللي هي شحنتها ايه؟ موجبه. طب اكتر بفرق كام؟ بفرق 2. اذا تبقى موجب، بس موجب 2 بقى. وسط انا عايز اقول ايه؟ وسط الحدوته. طيب معلش، واحنا في الفلزات عدد مستويات الطاقه هنا كام؟ 3. عدد مستويات الطاقه هنا كام؟ 2. يبقى عدد مستويات الطاقه في الذره اكتر من الايون، اهي واضحه اهي. طب هنا عدد مستويات الطاقة هنا 4، عدد مستويات الطاقة هنا 3، صح ولا لا؟ يبقى عدد مستويات الطاقة في الذرة دائما أكتر من الأيون في الفلزات لما بتتحول لأيون موجب. خلاص كده؟ حلو قوي. طب تعالى نتكلم في جزئية كمان.
ان انت يعني عدد الالكترونات اللي انت فقدته بيساوي شحنة الايون. يعني انت فقدت هنا كام؟ انا فقدت واحد يبقى موجب واحد، طب فقدت اتنين يبقى موجب اتنين. بس انا وريتك بالحركة دي، وريتك ليه موجب اتنين بالتفصيل، ولكن انت مش مضطر تعمل اللي انا عملته ده. انت شوف فقدت كام وحط موجب اللي انت فقدته. يعني انا فقدت اتنين حط موجب اتنين، فقدت واحد حط موجب واحد، فقدت تلاتة حط موجب تلاتة. يعني مثلا بسرعة كده الالومنيوم ال 13 2 8 3 على طول كده. ثانية واحدة اهو، يا سيدي 2 8 3 صح؟ ده كده ايه؟ فلزات تفقد الكترونات. ماشي، هنعمل ايه؟ 2 8 ليه؟ عشان فقدت التلاتة دي. ماشي، طب هتحط كام؟ انا على طول احط موجب تلاتة من غير حسابات بقى. خلاص كده، لان انا فقدت تلاتة احط موجب تلاتة. عايز تحسبها احسبها. يعني انا عندي كام الكترون؟ 13. عندي كام بروتون؟ نفس ال 13. طب هنا عندي كام الكترون؟ بقوا 10. عندي كام بروتون؟ ما هو عدد البروتونات ما اتغيرش فهو 13. الفرق بينهم كام؟ لصالح البروتون يبقى موجب، الفرق 3 بس. خلاص، سهله. دي كده قصه الفلزات. طب قصة بقى اللافلزات، تعالى نعمل نفس اللي احنا عملناه بالظبط. ثانية واحدة. مثلا ال N 7، ال O 8، ال F 9، كل حاجة. تعالى نوزع 2 5، وزع 2 6، وزع 2 7. على فكرة كلهم يعتبروا في نفس الدورة، الدورة التانية الدورة التانية الدورة التانية، بس ده مش قصتنا يعني. ده لفلز وده لفلز وده لفلز. ليه؟ عشان آخره 5 آخره 6 آخره 7. حلو. تعالى بقى نحوله لايه؟ لايون. عشان تحول اللافلز الايون لازم تكتسب الكترونات. طب اكتسب كام؟ اكتسب الكترونات التكافؤ. يعني ايه؟ يعني ده تكافؤه كام؟ فاكر لما نقول 8 ناقص 5، 8 ناقص 6، 8 ناقص 7؟ اكتسب اللي هيوصله للثمانية. حلو الكلام. يعني دي عشان توصل للثمانية هتكتسب 3، دي عشان توصل للثمانية محتاجة 2، دي عشان توصل للثمانية محتاجة تكتسب 1. هي كده. يبقى طبعا لافلز هنكتسب الكترونات، فهتروح عامل كده 2 كام؟ 8. سهله. طب معلش ثانيه بس، ما انا مستر ثانيه واحده بس. يعني انا عشان اوصل دي للثمانيه هتبقى برضو 2 8. برافو. طبعا عشان اوصل دي برضو للثمانيه يا مستر ما هي برضو هتبقى 2 8. قال لا، يعني ده زي ده زي ده، او لا. اه في التركيب الالكتروني، بس لا في الشحنه اللي هتتحط. يعني ايه بقى الكلام ده؟ افهمك. انت هنا فاكر في الفلزات كنت اللي انت بتفقده بتحط فوق عدده موجب، هنا اللي انت هتكتسب وتحط فوق عدده سالب. يعني ايه؟ انا هنا مستر حضرتك هكتسب 3 يبقى احط سالب 3. طب هنا هكتسب 2 حط سالب 2. هنا هكتسب 1 حط سالب 1. طب ازاي؟ تعالى نحسبها مع بعض. عدد الالكترونات 7، عدد البروتونات 7. طب هنا عدد الالكترونات كام؟ ما هو انا هنا اكتسبت 3 صح؟ هتبقى 7 8 سوري معلش ثانية عشان بس اركز. هزود عليها 3 لان انا زودت 3. هتبقى كام؟ زودت 3 على الخمسة يبقى زود 3 يبقى بقت 10. اهو 2 و8 10 اصلا. طب وعدد البروتونات كام؟ زي ما هي ما اتغيرتش 7. مين اكتر؟ الالكترونات. يبقى السالب اكتر عشان كده حطيت سالب. طب لصالح مين؟ لصالح الالكترونات اكتر، يبقى السالب اكتر لصالح الالكترونات، والفرق بينهم 3. طب تعال نشوف هنا الالكترونات والبروتونات. الالكترونات كام؟ 8. البروتونات كام؟ 8. طب هنا الالكترونات كام؟ ما انت حضرتك زودت 2 ف 8 تبقى 10 برضه. طب البروتونات كام؟ زي ما هي والله 8. طب الفرق مين اكتر؟ الالكترونات. لصالح مين؟ الالكترونات، يبقى سالب. طب بمقدار كام؟ بمقدار 2. دي اكتر من دي بمقدار 2. ونفس الكلام هنا هتطلع البروتونات اقل من الالكترونات بمقدار 1. خلاص كده. طيب علشان يبقى الايون موجب لازم يبقى البروتون اكتر من النيوترون. يعني الايون الموجب ده كلام منطقي والله.
الايون الموجب لازم يبقى البروتون اكبر من الالكترون. الموجب اكتر من السالب، ايه ده؟ والايون عشان يبقى سالب لازم يبقى الالكترون اكتر من البروتون. طب في حالة الذرة بقى، الذرة متعادلة، البروتون بيساوي الالكترون. بص انا عايز اقول لك ايه، بس احنا كده قصينا كتير قوي من الدرس ده. الدرس ده اتقص منه كتير. انا بعتمد ان انت سمعت الحصة، سواء من القناة هنا او من اي حتة. انت لازم تبقى سمعت الحصة عشان تبقى الكلام ده مهضوم بالنسبة لك. ماشي، الكلام ده يبقى سهل وماشي معاك ومظبط الدنيا معاك. ماشي. طبعا الغازات الخاملة بيبقى آخر مستوى طاقة مكتمل بالإلكترونات، فهو مش محتاج يفقد ولا محتاج يكتسب. يبقى أنا ليه بكون رابطة؟ ليه هنا الفلزات قادرة تكون رابطة؟ لأنها قادرة تفقد إلكترونات. طب ديت ليه قادرة تكون رابطة؟ لأنها قادرة تكتسب إلكترونات. طب دي ليه مش قادرة تكون رابطة؟ لأنها لا قادرة تفقد ولا قادرة تكتسب. بس خلاص، الموضوع يعني لذيذ وسهل ومفيهوش أي مشاكل. ماشي. الفلزات الكلام ده كله انا مش محتاج اقوله خالص. يعني الصفحة دي كده انا ممكن اعديها، وقلت لك المفقودة ويسبقه وبعد كده يكتسب ويليه. ما هو هيكتسب فهيمشي لقدام فهيوصل لاقرب غاز خامل يليه. خلاص، خد بالك هشرح بس حاجة بسيطة. انا هنا وهنا وهنا وصلت لاقرب غاز خامل. عايز ارجع لحاجة معلش هقولها بس في اللافلزات. ماشي. انا هنا قلت ان عدد مستويات الطاقة هنا اكتر من هنا، في الذرة اكتر من الايون، في الذرة اكتر من الايون. ماشي كده، وصلت لاقرب غاز ايه؟ خامل. خلاص شكرا، مش عايز اكتر من كده. ماشي، فانت وصلت لاقرب غاز خامل. طب قبله ولا بعده؟ لا قبله طبعا. ليه؟ لان انا قليت الكترون فرجعت لورا في الجدول الدوري، رجعت لورا يبقى يسبقه يعني قبله. طيب في جزئيه بقى مهمه جدا في عدد مستويات الطاقه في اللافلزات. هنا 3 مستويات وهنا 3 مستويات. ايه ده عدد مستويات الطاقه في الذره تساوي الايون، ده في اللافلزات. لكن في الفلزات الذره اكتر من الايون. جربها، اعرف عنصر فلزي اشتغل عليه وهات ايونه وشوف عدد مستويات الطاقه في الذره ولا في الايون اكتر. عادي. خلاص كده، خليك فاهم بالتطبيق مش حافظ. فطبعا لما اكتسب الكترون بالتالي هوصل لاقرب غاز خامل يليه. ماشي، وعدد الشحنات المكتسبه بتبقى فوق. يعني هنا اكيد انا اكتسبت 3. بص اكتسبت 3 فحطيت سالب 3 فوق، اكتسبت 2 فحطيت سالب 2 فوق، اكتسبت 1 فحطيت سالب 1 فوق. سهله. عارف ليه لما اكتسبت 1 حطيت 1 فوق؟ لان انا اكتسبت 1 الكترون، يعني اكتسبت 1 شحنه سالبه، فاحط سالب 1 اللي انا اكتسبته اللي هو الالكترون اللي انا اكتسبته بشحنته يعني فوق. بعد كده انا رحت مقارن ما بين الذره والايون. انا مش هقول الكلام دوت احنا يعتبر قلناه. الذره المستوى الطاقه الخارجي مش مكتمل ما عدا الغازات الخامله. الايون مستوى الطاقه الاخير دايما مكتمل. انا اساسا بوصلها للايون ازاي؟ ان انا اوصلها للاكتمال، ان انا اوصل اخر مستوى طاقه ان هو يبقى مكتمل دايما. فده كده الفرق بين الذره والايون. الذره متعادله، الايون ممكن يبقى موجب في حاله الفلزات، ممكن يبقى سالب في حاله اللافلزات. جميل. والحته دي احنا قلناها طبعا، ايون موجب يبقى الموجب اكتر اللي هو البروتون، الايون سالب يبقى السالب اكتر اللي هو الالكترون. مفيهاش حاجه. طيب عايز اقول حاجه بس هنا ومش هرغي فيها كتير. حبيب قلبي بابا افهم دي. انا عشان احول الذره لايون انا بفقد الكترون او بكتسب الكترون بس. يعني ماليش علاقه بالبروتونات، ماليش علاقه بالنيوترونات، يعني ماليش علاقه بالعدد الكتل. خلاص فهمت انا عايز اقول ايه؟ ماليش اي علاقه بالعدد الكتلي. انا ليا علاقه بمين؟ بالالكترونات فقط. الالكترونات فقط هي اللي يا اما بتزيد في حاله اللافلزات عشان بكتسب، يا اما بتقل يعني لان انا بفقد في حاله الايه؟ الفلزات. بس كده، مش عايز اكتر من كده. ودي مقارنه جميله واتكلمنا عنها برضو ما بين الايون الموجب والايون السالب. خلاص كل المعلومات ديت معلومات معاده. هنتكلم بقى بالتفصيل عن انواع الروابط، وان في روابط ايونيه وروابط تساهميه. تعال نتكلم الاول عن الرابطه الايونيه ببساطه كده. الرابطه الايونيه لازم يتفاعل فلز
مع لافلز عشان يتكون بينهم رابطة أيونية. الفلز هنا هو مثلا، يعني مثلا ده مثال Na11، واللافلز مثلا هو الCl 17. لازم عشان يتفاعلوا لازم يتحولوا لأيونات. فال Na المفروض عشان تتوزع هتبقى 2 8 1، وده عشان يتوزع المفروض تبقى 2 8 7. دي كده الذرة. عشان تتحول لأيون ايه اللي يحصل بقى؟ الفلزات تفقد الكترونات، فهيفقد الالكترون فهيبقى 2 8. ودوت طبعا هيفقد، طبعا بيتحط عليه ايون موجب. طب فقد كام؟ فقد واحد، يبقى احط موجب واحد. لو فقد اتنين احط موجب اتنين. فقد تلاته احط موجب تلاته. الفلزات دايما بالموجب لما تتحول لايون. طب هنا ديت هتبقى ادي واحد اتنين تلاته، 2 8 8، واحط ايه؟ احط سالب واحد. حلو الكلام ده. ايه اللي حصل هنا؟ حصل هنا ان انا فقدت الكترون، وحصل هنا ان انا اكتسبت الكترون. عايز اقول لك لعبه بقى. ينفع اسالك سؤال؟ هو الفلز ده فقد الكترون صح؟ هو انت ما تعرفش الالكترون اللي هو فقده راح فين؟ ما فكرتش في دي؟ هو انا عمال اقول لك ان الفلز بيفقد الكترون واللافلز بيكتسب الكترون، انت مش شايف ان هما بيكملوا بعض؟ يعني معلش، يعني مش شايف ان اللي فقدوا ده اكتسبوا ده؟ اه، يعني ده كده نط من هنا راح هنا، فده بقى مش موجود، وراح هنا السبعة بقت 8. بس كده. دي الرابطة الأيونية. الرابطة الأيونية بتحصل بين أيون موجب وأيون سالب. فلز بيفقد ولا فلز بيكتسب اللي فقدوا الفلز. يبقى زي ما انا قلت في الحصة، اللي فقدوا الفلز يكتسبوا اللافلز، صح؟ يعني الفلز لو فقد الكترون، اللافلز هيكتسب الكترون. لو الفلز فقد الكترونين، اللافلز هيكتسب الكترونين. الفلز فقد 3 الكترونات، اللافلز هيكتسب نفس ال3 الكترونات اللي فقدهم الفلز. تاني، اللي فقدوا الفلز يكتسبوا اللافلز. حلو قوي. يبقى طبعا هيطلع مركب NaCl. ال Na شحنته موجبة، ال Cl شحنته سالبة. لازم عدد الموجب بيساوي العدد السالب. يعني هنا كم موجب؟ هنا موجب واحد. طب هنا كم سالب؟ هنا سالب واحد. بس ده اللي انا عايز اقوله، ان الموجب بيساوي السالب دايما وابدا، دايما وابدا. خلاص. يعني مثلا في مركب مثلا هو عبارة عن MgCl2. الام جي ده اساسا ماشي كده هو ام جي موجب 2، والسي ال هو السي ال حضرتك هو سي ال سالب واحد، بس هو عباره عن 2 فسي ال سالب واحد. كده دي سالب 2 على بعض، ودي موجب 2 على بعض، برضو بيساوي بعض، برضو بيساوي بعض. فهمت انا قصدي؟ بس فده كده مركب لطيف جميل. انت كده عرفت يعني ايه رابطه تساهميه. بيحصل بقى تجاذب كهربي ما بين الكاتايون والانايون. ايه دول؟ الايون الموجب اسمه كاتايون، والايون السالب اسمه انايون. فبيحصل تجاذب كهربي ما بين الايون الموجب والايون السالب نتيجه اختلافهم في الشحنه. الشحنات المختلفه تتجاذب، فالايون الموجب يتجاذب مع الايون السالب، الكاتايون يتجاذب مع الانايون، فتتكون رابطة ما بين الأيون الموجب والأيون السالب. رابطة دي كده الرابطة الإيه؟ الأيونية، عشان بتتكون ما بين الأيونات. وصلت؟ لازم الفلز يتحول لأيون موجب، واللافلز يتحول لأيون سالب، ويحصل تجاذب كهربي ما بين الكاتايون والأنايون اللي هو الأيون الموجب والأيون السالب. ويحصل طبعا إن الفلز نتيجة إن الفلز فقد إلكترونات واكتسبها اللافلز، هي والله هي الالكترونات اللي فقدها الفلز هي الالكترونات اللي اكتسبها اللافلز بالظبط. هي راحت من هنا لهنا فعلا يعني. طيب تعالى بقى نتكلم في الجزئيه اللي جايه ديت مهمه جدا يا شباب. ازاي انا اعمل رابطه، ازاي اعمل رابطه ايونيه. عندي مثلا مركب زي ال NaCl ده، اعمل لي تركيب لويس لده واعمل لي تركيب لويس لده. بمعنى اقول مثلا تركيب لويس ده 11 2 8 1، يعني اخره واحد، يبقى خلاص هو الكترون، زائد Cl
اعمل له تركيب لويس ازاي؟ هو سي ال اساسا 2 8 7، يعني اخر مستوى طاقه فيه 7، يبقى 1 2 3 4 5 6 7، في اهي الكترون اهو. ايه اللي بيحصل بقى؟ اللي بيحصل بالظبط ان الفلز بيفقد الكترون فبيروح هنا، بس كده. طب بيفقد الكترون بياخد ايون موجب ولا سالب؟ موجب، فبيبقى الان ايه فقد كل حاجه مش حواليه اي نقط، بس في هنا موجب. طب وهنا اللافلز بيبقى سي ال وجنبيه بقى كل النقط، يعني نقطتين هنا زي ما هما، نقطتين هنا زي ما هما، نقطتين هنا زي ما هما، وادي النقطه دي زي ما هي، والالكترون ده اتنقل هنا فبقى كده اهو، وطبعا سالب واحد. نجرب حاجه تانية مثلا ام جي او. ايه اللي حصل؟ الام جي 12 2 8 2، فتبقى ام جي عادي فيها الكترونين اهو، زائد الاو اكسجين او، الاو اكسجين او 8 يبقى 2 6، يبقى اخر مستوى طاقه فيه 6، 1 2 3 4 5 6، في الكترونين. ايه اللي بيحصل بقى؟ الالكترون ده يتنقل هنا والالكترون ده يتنقل هنا مثلا، فنقول ام جي خلاص مش حواليه الكترونات، كل الالكترونات طارت منه، فيبقى موجب فقد كام؟ فقد 2، يبقى موجب 2 خلاص بقى ماشي. والاكسجين ادي اهو الاكسجين، بص الالكترونين اللي فوق زي ما هم، الالكترونين اللي على الجنب زي ما هم. الالكترون ده اتنقل، يعني الالكترون ده كان موجود اتنقل له الكترون تاني، والالكترون ده كان موجود اتنقل له الكترون تاني، فبقى كله محاط بالالكترونات عادي، سالب واحد. اسف سوري، هو وصل له كام اكتسب كام الكترون؟ اكتسب 2 صح، يبقى سالب 2، لازم يبقى موجب 2 سالب 2، مفيش حاجه اسمها كده خلاص. طيب دي نقطه. طيب هو الترابط الايوني يحصل بين جزيئات عناصر ولا مركبات؟ طبعا مركبات. ليه؟ لان لازم يبقى في عنصرين مختلفين، واحد منهم فلز والتاني لا فلز. شكرا، دي كده حاجه. تاني حاجه، ينفع يحصل ترابط ايوني ما بين صوديوم مثلا ومغنيسيوم؟ ازاي يعني؟ ما هو ده هيفقد ماشي وده برضه هيفقد، مين هيكتسب بقى في الليله الجميله دي؟ ما هو لازم يحصل واحد يفقد وواحد يكتسب. مين بقى يكتسب بقى ان شاء الله؟ مفيش حد يكتسب، يبقى كده خربت. طيب دي كده كلام مهم جدا، ده اللي انا عملته ده مهم جدا وخطير جدا يعني خلاص. طيب المركبات الايونيه هي المركبات اللي فيها روابط ايونيه، والمركبات دي فيها 3 خواص او كلها خواص ايجابيه: ذوبان بتدوب، توصل كهرباء بتوصل كهرباء، درجة غليانها وانصهارها مرتفعة. دي خواص المركبات الأيونية، وهتبقى عكسها خواص المركبات التساهمية عشان نخلص. طيب هنكتب واحدة تانية كده ونشوف دماغك هتمشي ازاي. CaO، تعال نشوف هنعمل ايه. الCa 20 2 8 8 2، يبقى الكترونين اهم، زائد اكسجين برضو زي ما احنا قلنا، يبقى 1 2 3 4 5 6، وبعد كده تعالى بقى نوزع. ايه اللي يحصل؟ ادي الCa، ايه اللي هيحصل هنا؟ الالكترون ده هيروح هنا والالكترون ده يروح هنا، فطبعا هيبقى مش حواليها الكترونات فتبقى فاضيه، بس هي فقدت 2 يبقى موجب 2، زائد الاكسجين هيبقى سالب 2 برضه عشان هيكتسب 2، هيبقى الاتنين دول زي ما هما والاتنين دول زي ما هما، وده اكتسب واحده وده اكتسب واحده. انت واخد بالك ان الفلزات كلها مش حواليها الكترونات، واللافلزات بقى حواليها الثمان الكترونات؟ ده دائما وابدا، ده دائما وابدا في الرابطه التساهميه. لما يقول لك انا عايزك توضح لي الرابطه التساهميه في جزيء ويديك الجزيء ده، تعمل زي ما انا عملت كده بالظبط، مش لازم يديك حاجه من الثلاثه دول، ماشي براحته. طيب يبقى الرابطه الايونيه بتحصل بين ايون موجب كاتايون وايون سالب انايون، ماشي حلو قوي. دي الرابطه مين؟ الايونيه. انما الرابطه التساهميه بتحصل ما بين لافلز ولافلز، بس خد بالك ممكن تحصل ما بين لافلز مثلا، ده اعتبر ان ده لافلز ونفس اللافلز، فتحصل بينهم رابطه تساهميه. وممكن يبقى لافلز
ولفلز آخر تاني. يعني ممكن تحصل رابطة تساهمية بين لفلز ولفلز الاتنين نفس النوع، وممكن تحصل ما بين لفلز ولفلز الاتنين زي بعض. حلو الكلام ده؟ جميل قوي. طيب ثانية بس ايه عشان انا كنت برتجل. يعني مثلا تعالى كده نشوف بقى الورق فيها ونرجع تاني. يبقى الرابطة التساهمية بتحصل بين اتنين لفلزات، ما فيهاش فلزات خالص الرابطة التساهمية، ماشي؟ وده اختلاف كبير ما بينها وبين الأيونية. الأيونية واحدة حتة فلز وحتة لفلز، إنما التساهمية لفلز، الاتنين لفلز. بس الفرق إن أنا ممكن أبقى لفلز ونفس اللفلز، وممكن أبقى الاتنين لفلزات مختلفين، ماشي؟ يتم الترابط التساهمي بالمشاركة، بالتساهم. كلمة تساهم يعني مشاركة. كل ذرة بعدد من الإلكترونات، كل ذرة هتشارك بعدد من الإلكترونات. بس خد بالك، ولك أن تتخيل، ولك أن تتخيل يا سيدي العزيز، إن عدد الإلكترونات اللي هي هتشارك بيه هو نفس عدد الإلكترونات اللي هي محتاجاه. تخيل، وما بيحصلش لا فقد ولا اكتساب. يعني بص المثال ده. الأكسجين هي محتاجة كام عشان تكتمل؟ والله هي محتاجة 2. حلو، هتشارك ب2. شفت الجمال؟ طب هنا هي محتاجة كام عشان خد بالك الكلام الكتير ده هو اللي مكتوب هنا. هي محتاجة كام عشان تكتمل؟ محتاجة 1. خلاص هتشارك ب1. يبقى اللي هي محتاجاه هتشارك بيه. اللي هي محتاجاه ايه؟ هتشارك بيه. تاني، اللي هي محتاجاه هتشارك بيه. محتاجاه عشان ايه؟ عشان تكتمل وتوصل للاكتمال يعني. انواع الروابط التساهمية، تعال يعني نشرحها هنا احلى. الروابط التساهمية في منها أنواع. أول حاجة الرابطة التساهمية الأحادية والثنائية والثلاثية، ولازم تبقى حافظ الأمثلة. يعني أقول لك مثلا كذا جزيء كذا، قول لي نوع الرابطة بتاعه، تقول لي على طول، ماشي؟ جزيء الهيدروجين مثلا. الهيدروجين حضرتك عندك هو 1، فلما تيجي توزعه 1. الهيدروجين هو 1، لما أجي أوزعه 1. أنا عايز أربط الاتنين دول. الهيدروجين طبعا أنت عارف إن هو عنصر لا فلز، هو العنصر اللافلز الوحيد اللي موجود في المجموعة واحد. إيه؟ ماشي، اربطهم لي بقى ببعض. هو ده محتاج كام عشان يكتمل؟ محتاج 1. ليه؟ عشان يوصل ل2 ويبقى كده الكي مكتمل. وده نفس الكلام، فكده هيشارك ب1، صح؟ حلو قوي. يبقى الاتش هيشارك بإلكترون، والاتش التانية هتشارك بإلكترون، وهيحصل بين الإلكترونين دول إيه؟ رابطة. الرابطة دي هنسميها الرابطة التساهمية الأحادية. طيب تعالى مثلا نشرح الموضوع دوت بس على المية، على ال H2O. جميل. عندك كام الهيدروجين؟ ادي هيدروجينة واحدة، يبقى اهي، وادي هيدروجينة كمان فاهي، وادي الاكسجين O8 تبقى 2 6. هنعمل تركيب لويس. ادي الاكسجين اهي، 1 2 3 4 5 6. حلو. وهنعمل الميه، ماشي، بس هغير بس ترتيبها، ماشي؟ هي والله لو انا عملت مثلا، يعني مثلا لو انا رحت جايب، هما مهم ان يبقى عندي 2 حرين و2 مزدوجين، فانا هعمل الاتنين المزدوجين هنا وهعمل الاتنين الحرين هنا. خلاص، هي دي والله. 2 حرين 2 حرين، 2 مزدوجين 2 مزدوجين، ماشي؟ امسح دي بقى، وحط الهيدروجين بتركيب لويس بتاعه، هو الكترون، وحط الهيدروجين بتركيب لويس بتاعه، واعمل الرابطه هنا كده، واعمل الرابطه كده اهو. الاكسجين ده شارك بكام الكترون؟ شارك بالالكترون ده والالكترون ده. طب الهيدروجين الواحده شاركت بالكترون، الهيدروجين الواحده شاركت بالكترون. ليه الاكسجين شارك بالكترونين؟ لان هو اساسا كان محتاج 2 عشان يكتمل، واحنا اتفقنا ان هو بيشارك بالالكترونات اللي هو محتاجها عشان يكتمل. تخيل يا مؤمن. طيب دي كده الرابطه التساهميه الاحاديه. الرابطه التساهميه الاحاديه عشان تتكون لازم تتكون باتنين الكترون، الكترون في الاول والكترون في الاخر، الكترون من ذره والكترون من ذره لافلز والكترون من ذره لافلز اخر، ماشي؟ دي كده الرابطه التساهميه الايه؟ الاحاديه. يبقى كده الميه وجزيء مين؟ الهيدروجين. طيب تعال نتكلم عن الرابطه التساهميه الثنائيه. الرابطه التساهميه الثنائيه هو مثال واحد وهو الاكسجين.
تعالى نجرب مع بعض. هو الاكسجين عباره عن كام؟ عباره عن O2. خلاص تعالى كده نظبطها مع بعض. ادي O 8 2 6 ماشي، و O 8 2 6. مستر هو انا ليه مش بحولها لايونات؟ حبيبي احنا بنحول لايونات في الرابطه التساهميه، في الرابطه الايونيه دي تساهميه. خلاص تعال نشوف بقى تركيب لويس هنا. ادي الاكسجين. فاكر طب ما نعملها زي المره اللي فاتت وخلاص، ما احنا عرفنا الاكسجين بيتعمل ازاي. ماشي، ادي الاكسجين اهو، 1 2 3 4 5 6، ونعمل واحد كمان هنا زيه بالظبط، 2 اهو 2 اهو، واحد هنا واحد هنا زي بعض بالظبط. عشان تتكون الرابطه لازم اعمل ايه؟ لازم اشارك هنا باتنين ولازم اشارك هنا باتنين. خلاص الرابطه هتتكون باتنين من هنا واتنين من هنا. حلو، فهجيب الاكسجينه دي وهحط الالكترونين اللي هيعملوا الرابطه في وش بعض. ادي الاكسجين وادي الالكترون اللي هيعملوا الرابطه فوق بعض جنب بعض، واوصل ده بده واوصل ده بده. وبعدين احط الالكترونات بقى المزدوجه ديت مع نفسها عادي، مش هتعمل لي حاجه، والالكترونات المزدوجه ديت في اي حته عادي. بس كده، دي كده اسمها رابطه تساهميه ثنائيه. يبقى الرابطه التساهميه الاحاديه بيبقى شكلها كده، الثنائيه بيبقى شكلها كده، طب الثلاثيه هيبقى شكلها كده. ماشي، يبقى دي كده ايه؟ الثنائيه جزيء الاكسجين. جزيء مين؟ الاكسجين. طبعا انت لو مش بتعرف تعمل تركيب لويس فانا كده بتكلم في ايه؟ في الغاز يعني. خلاص طيب، مين بقى الرابطه التساهميه الثلاثيه؟ النيتروجين. تعال نشوف بقى. النيتروجين عباره عن N2، ادي N 7 وادي N 7، 2 5 2 5. جميل جميل. دي هتشارك بكام؟ بتلاتة، ودي هتشارك بكام؟ بتلاتة. طيب معلش نعمل بقى تركيب لويس كده، 1 2 3 4 5. نعمل تركيب لويس هنا، وواحد زيها بالظبط وخلاص. ماشي، هكون الرابطة هنا بكام؟ بالإلكترونات الحرة من هنا على الإلكترونات الحرة من هنا، فهحط الإلكترونات اللي هتكون الرابطة هنا، وهحط الإلكترونات اللي هتكون الرابطة في وش بعض، واروح موصلهم كده. جميل، اتبقى الكترونين فوق هنا يتحطوا، الكترونين فوق هنا يتحطوا، بس خلاص. دي اسمها رابطه تساهميه ثلاثيه. هسالك سؤال بقى، الرابطه التساهميه الثلاثيه بتتكون بكام رابطه؟ بكام الكترون؟ 3 الكترونات هنا و3 الكترونات هنا، بنسمي الست الكترونات دول هم الكترونات الرابطه. طب الرابطه التساهميه الثنائيه، الاكسجين لما عملنا كده، هنا بإلكترونين وهنا بإلكترونين، فهنا يبقى 4 إلكترونات، دي بنسميها إلكترونات الربط. طب هنا لما كان هيدروجين هنا وهيدروجين هنا، هنا إلكترون وهنا إلكترون ورحت موصل، يبقى 2، دي بنسميها برضو إلكترونات الإيه؟ الربط. بس خلاص. لكن كل واحد بيشارك بكام؟ بيشارك هنا ب3، هنا ب1، هنا ب2 كل ذرة. لكن إلكترونات الرابطة بتتكون من الضعف، يعني دي 3 روابط يبقى 6 الكترونات. فهمت ازاي قصدي؟ 3 من هنا و3 من هنا. ماشي، المركب التساهمي. المركب التساهمي بقى قد يكون عنصر وقد يكون مركب. احنا اتفقنا ان المركبات التساهميه امثله زي ما احنا خدنا، الهيدروجين والمي دي كده احاديه، والاكسجين دي ثنائيه، والنيتروجين دي ثلاثيه. دوت يعتبر عنصر، وده عنصر، وده عنصر، لكن ده والله مركب. إذا المركبات التساهمية قد تكون عناصر وقد تكون مركبات. ليه؟ قد تكون عناصر، إن هنا هيدروجين وهنا هيدروجين فالاتنين زي بعض فالاتنين عناصر، هنا أكسجين وهنا أكسجين فالاتنين زي بعض يبقى عناصر، النيتروجين ونيتروجين اتنين زي بعض عناصر. لكن هنا عندي هيدروجين وعندي أكسجين فالاتنين مش زي بعض، يبقى ده مركب، لأن في يعني لفل الذات مختلفة، ده هيدروجين وده اكسجين، يبقى ده كده ايه؟ مركبات. حلو قوي. يبقى ممكن يبقى جزيء عنصر، ايوه، ممكن يبقى جزيء مركب، ايوه. واحنا لسه قايلين اساسا في التعريف بتاع الرابطه التساهميه ان هو بيتكون من عنصرين الاثنين لفل الذات، بس ممكن يبقوا زي بعض وممكن يبقوا مختلفين. حلو قوي. تعالى بقى ندخل في الجزئيه اللي بعدها، ازاي نعمل رابطه
تساهمية. تاني، عندك مثلا حاجة زي ال HCl، ما انا عارف ان ده لا فلز وده لا فلز، يبقى اكيد ده تساهمي. طب تعالى نشوف الرابطة تتكون ازاي كده بالراحة. ادي الهيدروجين تركيب لويس بتاعه كده، خلاص هو هيدروجين H1، والCl Cl 17 2 8 7، فيبقى 7 1 2 3 4 5 6 7. طب بعد كده بقى بربط الالكترون ده بالالكترون ده، بس خلاص. ده كده الرابطه الايه؟ ده كده رابطه تساهميه احاديه. طب مثلا عندي مركب زي ال NH3، هو ال N دوت N7، حلو، يبقى 2 5، يبقى امسك الخمسه دي كده، 1 2 3 4 5، حلو. والهيدروجين عندي كام هيدروجين هنا؟ 3، يبقى هنا آه كده كده كده، بس احطهم مظبوط بقى. يعني احط الهيدروجينه دي هنا عشان الالكترون ده يربط مع ده، واحط الهيدروجينه دي هنا عشان الالكترون ده يربط مع ده، واحط الهيدروجين دي هنا عشان الالكترون ده يربط مع ده. كده دي رابطه ايه؟ تساهميه احاديه برضو. تاني، دي احاديه، دي ثنائيه، دي ثلاثيه. خلاص. طب عندنا مركب تاني، شوف انا ماشي يعني كل الامثله اللي موجوده انا بحاول ان انا ايه احلها عشان ما يفوتناش حاجه. مثلا مركب زي ال ان ايه، خلاص، NCl3، طبعا ده لا فلز وده لا فلز، فتمام. عندنا هنا طبعا لو انا عندي يعني مركب فيه عنصر فيه ذره واحده وفيه 3 ذرات، اكيد ده حواليه ثلاثه من ده، فاهم حاجه؟ يعني بحط دي كذره مركزيه عشان يبقى حواليها الثلاثه دول. 7 يبقى 2 5، 1 2 3 4 5. وبعد كده احط ايه؟ الCl 2 8 7، يبقى 7 1 2 3 4 5 6 7. وبعد كده ما هي دي، فاهم حاجة؟ ما هتبقى دي زي دي أكيد يعني. وبعد كده أدي الCl، أدي 1. فهمت أنا بعمل إيه؟ بس كده، خلاص. دي شغل مخ، خلاص. بس سهلة ولا صعبة يا شباب؟ سهلة ولا صعبة؟ وهنا الكترونين دول ما لهمش اي دعوه بالتفاعلات. طب خصائص المركبات التساهميه بقى عكس المركبات الايونيه، كل حاجه سلبيه، ما بتدوبش في الميه، ما بتوصلش كهرباء، درجه الانصهار والغليان منخفضه، كل حاجه قليله ووحشه وما بتعملهاش. ماشي كده يا شباب؟ بس المركبات التساهميه المركبات الايونيه زي مين؟ زي الملح. الملح مركب ايوني، فبالتالي بيدوب في الميه وهكذا. خواص ذرة الكربون، أول حاجة بتعرف ترتبط مع بعضها في المركبات العضوية. يعني المركب العضوي لازم يبقى فيه كربون، بس مش شرط إن أي مركب فيه كربون يبقى مركب عضوي. زي CO2 مثلا، ما هو دوت مركب فيه كربون أهو، مركب وفيه كربون بس مش عضوي. ماشي، جميل. طب تاني حاجة، الكربون عدده الذري 6، فلما اجي اوزعه يبقى 2 4، فلما اجي اعمل له تركيب لويس يبقى 1 2 3 4. عنده القدرة ان هو يرتبط باربع دراعات. جميل. في 4 الكترونات مفردة يقدر يرتبط من خلالها. الكربون ممكن يعمل شكل سلسلة، ممكن يعمل سلسلة كربون، على فكرة دي كده سلسلة. ممكن يعمل سلاسل متفرعة، ان انا اطلع تفرع بقى من هنا، كده تفرع. طب اشمعنى مستر دي مش تفرع؟ هقول لك ليه. شيل دي كده. بص، طالما انا اقدر امشي خط واحد من غير ما اسيب القلم واعدي على كل الكربونات، يبقى دي سلسله. بص انا همشي ازاي، مش هسيب القلم. حلو. طب تعالى كده نعمل سلسله متفرعه اصغر من دي بكتير وتعتبر متفرعه. ادي كربونه، ادي كربونه، ادي كربونه، ادي كربون. وهعمل لك اختبار تاني كده، مين فيهم، هقول لك مين فيهم سلسله ومين فيهم تفرع. ماشي، واحده تانية. ادي كربونه، ادي كربونه،
ادي كربونه، ادي كربونه. مين فيهم سلسله ومين فيهم تفرع؟ انا اقدر اقول ان دي سلسله ليه؟ بص بص، همشي 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 همشي، ما شلتش القلم. طب هنا بقى بص، وقعت يعني لو نزلت تحت مش هقدر اطلع، صح ولا لا؟ طب معلش يا مستر، طب ما أنا مش هنزل تحت، انا مش نازل تحت، انا عايز اكمل عادي، دي كربون وادي كربون واكمل عادي، ما انت نسيت دي. فدي كده تعتبر بقى تفرع. ليه؟ ما قدرتش تجيب كل الكربونات في خط واحد، دي اسمها سلسله متفرعه. انما دي مع انها شبهها بس دي سلسله ايه؟ متصله. وفي شكل حلقي، ديت هوريها لك بقى من الورق عشان تبقى عارف شكلها، بيبقى واضح قوي يعني. الشكل الحلقي دوت واضح. هي الاختلاف او الصعوبه شويه بتبقى التفرقه ما بين السلسله المتصله والسلسله المتفرعه. ماشي؟ السلسله المتصله اهي، السلسله المتفرعه طالع منها تفرع اهو، سواء من فوق او من تحت عادي. المهم لو انا مشيت وما قدرتش الم كل الكربونات في الخط من غير ما اسيب القلم من الورقه، يبقى ده كده تفرع. الشكل الحلقي عامل شكل مربعات كده. كيف تكون غاز الميثان؟ بالراحه بقى. الميثان عباره عن اخر حاجه هناخدها النهارده CH4. الكربون عباره عن C6 2 4. الهيدروجين عباره عن H1 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 H1. ده كده. فده اللي احنا بقى عايزين نوصله. ذره واحده واربع ذرات، اكيد الذره الواحده دي هتبقى هي الذره المركزيه. والاربعه يبقى 1 2 3 4. حلو. يبقى هنا ادي الاتش الكترون واحد، وادي الاتش الكترون واحد، وادي الاتش الكترون واحد، وادي الاتش الكترون واحد. وصل الالكترون بالالكترون، الالكترون بالالكترون، الالكترون بالالكترون، الالكترون بالالكترون. ده كده شكل غاز الميثان كمركب ايه؟ تساهمي في اربع روابط. الرابطه دي احاديه ولا ثنائيه ولا ثلاثيه؟ اوعى تقول لي رباعيه بالله عليك. الرابطه دي احاديه طبعا. تاني، الرابطه الاحاديه شكلها بيبقى كده، الرابطه الثنائيه شكلها بيبقى كده، الرابطه الثلاثيه شكلها بيبقى كده. بس كده يا شباب. فطالما وصلك الفيديو وفهمت، ارزع اللايك المتين حالا بالا فعلا، وفعل زر الجرس ليصلكم كل جديد. وسي يو ليتر يا شبابنا. بالظبط كده. جود باي.